تفتكر في مكان في الدنيا تقدر تصحى فيه الصبح على نهر بيعدي جنب بيتك، وبالليل تشرب قهوة في قرية وسط الجبل بيغطيها التلج حتى في عز الصيف؟ أنا لقيت المكان ده. ده مش خيال، ده حصل بالفعل لما رحت جورجيا. بلد صغيرة لكن فيها كل حاجة: تاريخ، طبيعة، ثقافة، تخليك تحس إنك في أجمل مكان في العالم. جورجيا موجودة ما بين أوروبا وآسيا، وسكانها حوالي 3 مليون و700 ألف بني آدم، لكن متخيلين إنهم أول ناس في التاريخ يخترعوا الخمر من 8000 سنة. تخيل إنك تبقى ماشي وسط الجبل أو جبال الكوكاز وحواليك كروم عنب بتغطي تلال. منظر رهيب. في أسطورة إغريقية اسمها الثوف الذهبي، كان الأبطال فيها رايحين لمملكة اسمها كوخاليس، ودي ببساطة كانت جزء من جورجيا. الملكة تيمارا كانت من أقوى الحكام في التاريخ عندهم، وحكمت من القرن ال 12 لما كانت جورجيا إمبراطورية قوية. لحد النهارده بتحس دي في القلاع والكنائس اللي فضلوا صامدين فوق الجبل لحد دلوقتي، والمناظر الرهيبة اللي هم بيتباهوا بيها لحد دلوقتي. 80% من جورجيا جبال، سلسلة الكوكاز اللي كمومها بتوصل ل 5000 متر، والتلال اللي بتغطيها التلج حتى في الصيف. عندك البحر الأسود ووديان خضراء وكروم عنب ومزارع رمان، والجمال اللي حواليك بكل منعطف. الصيف عندهم دافي والشتاء مثالي للتزلج، وفصول السنة هناك وأكنك بترتب مخصوص لعشق المغامرة دي. في العاصمة تبليس هتمشي في شوارع مرصوفة بالحجارة، وهتلاقي مباني خشب وبيوت قديمة ومقاهي صغيرة، هتحس إنك في فيلم. قلعة ميراكيل بتطل على المدينة من فوق، حمامات كبريتات تحت الأرض وسعرها رمزي جدا. جسر السلام تحفة معمارية بتلمع بالليل وبتربط ما بين الماضي والحاضر. باتومي مدينة ساحلية فيها بحر وجبال وناطحات سحاب، واسمها لاس فيجاس جورجيا. الخمر والزراعة هناك مش بس تجارة، ده جزء من هويتهم. أسعار السياحة في جورجيا قليلة جدا بمصاريف بسيطة، والحكومة هناك بتدعم السياحة بكل الطرق، ضرايب قليلة وتسهيلات كتير. الرقص الجورجي لازم تشوفه يعني، حاجة ما تفوتكش دي أبدا. بيطيروا فوق الأرض كده وحاجات غريبة. الضيف هناك فريد، الناس بتعزمك على بيتها وتاكل وتشرب معاهم وأكنك فرد من العيلة. القهوة عندهم طقس مقدس، تشربه وانت بتتأمل ما بين الجبال أو بتتوانس مع أهل البيت. المنظر هناك جميل جدا،